يا اخي يا حبيب قلبي ما تنزلش ستوريز وانت بتعمل حاجه حرام. صح. ما تنشرش المعصيه بتاعتك للناس. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يبيت وقد ستره ربه فيصبح يقول يا فلان فعلت البارحه كذا وكذا. يعني انت قاعد مع صاحبتك وبتعمل حاجه حرام، وقاعد على البحر بتسمع اغاني وبتعمل كذا وكذا وكذا من المحرمات، وانت في الحفله ما تنشرش ده للناس. انت مبتلى بمعصيه، استر على نفسك. ده ارجى ان ربنا يعفو عنك. كل امتي معافى يعني يرجى ان هو يدخل يشمله العفو الا المجاهرين، لان المجاهره بالمعصيه بتسهل المعصيه للناس. انت كانك بتدعو للمعصيه دي، بتكسر الحاجز اللي بين الناس وبين المعصيه. الناس بتشوف المعصيه دي بتضعف، تبقى عايزه تعمل زي ما انت بتعمل. صح. فانت كانك بقيت جندي من جنود الشيطان. فلو سمحت الولد والبنت، لو سمحتي ما تنزليش صورك وانت لابسه لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. الصور اللي انت هتبقي حابه ان هي بعد لما تموتي ان حد يدخل على الاكونت عندك ويمسحها، ما تنزليهاش.